السلام عليكم، شحالكم يا كليبات بخير وني بكم مرحبا وسهلا. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الكيكه هذه التحليه بصراحه اللي جات زوينه وسهله وبلا فرن بلا بيض بلا دقيق بلا بلا شيء وعد بلا شيء. وني بكم نضحك معكم وبحالك جايك حاد ولا الضيافين ولا بغيتي تعدلي شي زوين لحلك نوى ولا شي بنفس. صراحه كتجي زوينه ومختلفه على الكيكات ولا شي. المهم هي صراحه كتجي زوينه وسهله وان شاء الله وليدنا الاعجاب. اول شي عندي هون هيرنيس، وانتوما عدلوا اي بسكويت كيعجبكم ولا اي بسكويت كانت متوفره عندكم في الدار. المهم ان بعد بهرنيس كتجي زينه ولا يولى عليها. كيف تشوفون نقبض شوي من القهوة اللي دوبتها في الماء وكنقبض البسكويت ونغمسو في ديك القهوة وكنستف ونتم نستمر في نفس الطريقة لين نكمل. هذا الطبق الأول. انا صراحه درت بها 4 طبقات، وانتوما ديروا الطبق اللي بغيتو، بغيتو 2 بغيتو 3 بغيتو 4 بغيتو 5 اللي يعجبكم. المهم هون راني ذوبت الشكلاط كيف شفتوا، ذوبت الشكلاط وزدت واحد بيرلي. وانتوما زيدوا اي ضامن كان متوفر عندكم، اي صوص شوكولات كتستعملوه نتوما ديروه. انا المهم ذوبت الشكلاط كان عندي وبيرلي كان عندي. منين كملت الطبق الاول كندير الشوكولات، وكل طبقه نديرها نفس الطريقه، يعني نقاد البسكويت اللي كيكون مغمسته في القهوه ونستف مزيان ونتم نضيف الشوكولات، وكذلك مولي نقبض البسكويت ونغطسو في القهوه ونستف مولي فوق الشوكولات. غير مثلا درت الطبق الاول درتو طول، الطبق الثاني نديرو عرض. كيف قلت لكم هاي التحليه كيجو طبقات متعاقبين كيف موضح في الفيديو. المهم منين كملت الطبقات كاملين، اخر شيء درت فوق الشكلاط وزينته بشويه من القرقاع. حتى اللوز المقلي يعني ديريه تزيين من الفوق، ولكن بشرط كيكون مقلي كيجي تبارك الله روعه وزين تبارك الله، يعني كيعطي واحد المذاق زين ما شاء الله ومنظر ملي. بالنسبه للتزيين على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر. وهني بكم وان شاء الله نالت اعجابكم وجربوها ولا تعجبكم. وهني بكم ومرحبا وسهلا وهلا، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو. وهني بكم ومرحبا وسهلا.